السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا دايما في احسن صحة وفي افضل حال. وعشان دايما نكون في احسن صحة وفي افضل حال لازم نهتم بصحتنا. والفيديو النهاردة ممكن تشوفوه مخصص للناس اللي مهتمة بالدايت والحفاظ على الوزن، ولكن اتمنى ان الكل يجرب الوصفة دي لفوائدها الصحية الرهيبة بجد. لو بتدوري على حاجة صحية وطعمها كمان لذيذ اعملي الوصفة دي، لان فيها بجد فوائد رهيبة للهضم والهرمونات ونضارة البشرة. حلوة جدا 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 في كل وقت ولأي سن. الوصفة بتاعتنا النهاردة بسكوت البذور، البذور الصحية اللي فوائدها لا تعد ولا تحصى. عندك اليوتيوب، ادخلي بس تعملي كده سيرش على كل نوع من اللي احنا استخدمناه النهاردة وهتلاقي موسوعات مكتوبة في فوائدها الصحية. اول حاجة عندي بذور الكتان ودي غنية عن التعريف. بعدها بذور الشيا، انا حطيت كوبايتين من بذور الكتان عليهم كوباية من بذور الشيا في بولة كده بالشكل ده. والاضافة دي اللي جاية دي اختياري، اللي هي رقائق الشوفان. لو موجود عندك ضيفي، انا كان موجود عندي فضفتها. لو مش موجود عندك هي مش اساسية في الوصفة. الاساسي عندي بذور الكتان وبذور الشيا. طبعا تقدري تقللي الكميات زي ما تحبي. يبقى انا حطيت نص كمية بذور الكتان بذور شيا، هنزل عليها كده ب3 كوبايات من المية الدافية او 4 كوبايات من المية الدافية. يعني انا حطيت هنا 4 كوبايات بذور، 2 بذور كتان وواحدة بذور شيا وواحدة رقائق شوفان. حطيت عليهم 4 كوبايات من المية واحتاجت معايا كمان كوباية كمان من المية، يبقى كده 5 كوبايات من المية. عايزة البذور بتاعتي تتغطى سنتي كده تقريبا، بسيبها على جنب حوالي 10 دقايق ربع ساعة. بلاقي ان البذور بتاعتي خرجت كل الهلام او المادة الجيلاتينية اللي موجودة فيها، وهي دي الاوميجا 3. طبعا البذور دي غنية جدا بالاوميجا 3، وما ادراكم وما فوائد الاوميجا 3 للبشرة وللشعر. لما وصلنا للمرحلة دي بحط بقى كوباية من السمسم، كوباية من بذور اليقطين اللي هو اللب الابيض يا جماعة، متوفر متقشر في المحمصة، متوفر ومتقشر في المحمصة او في السوبر ماركت الكبيرة هتلاقوا بذور اليقطين او بذور اللب الابيض متقشرة. يبقى حطيت كوباية من السمسم المحمص وحطيت كوباية من اللب الابيض المتقشر او بذور اليقطين. طبعا الحاجات دي كلها متحمصة ومتقشرة ونضيفة وزي الفل. انا هنا بعمل قاعدة اساسية للبسكوت بتاعي، هنعمل منه النهاردة صنفين، حلو وحادق. تابعوا معايا الوصفة للاخر. الوصفة صحية جدا زي ما انتم شايفين، بدون اضافة دقيق او سكر. او ببدأ اقلب كل الخليط بتاعنا كده كله في بعضه لما البذور كلها تختلط مع بعضها بالشكل ده وتبقى معايا شبه العجينة كده اللينة. هبدأ دلوقتي بقى هضيف عليها زيت زيتون، يعني ربع كوباية كده صغيرة او 3-4 معالق صغيرين من زيت الزيتون، لان انا عايزة البسكوت بتاعي يديني سنة قرمشة كده، فبنضيف عليه زيت زيتون. وزيت الزيتون طبعا صحي ويدعم الصحة وكل حاجة. يبقى كل حاجة ضفتها النهاردة في الوصفة بتاعتنا حاجات صحية جدا ومفيدة للصحة العامة، صحة الشعر والبشرة والعظام والجلد، بتدعم الهرمونات، بتنظم الهضم. بصراحة الوصفة النهاردة خطيرة. غير كده بقى الحاجة الأساسية الشبع، بتشبع جدا جدا جدا. وخاصة طبعا احنا في الشتاء بنبقى عايزين على طول ناكل، عايزين حاجة تدينا طاقة في الشتاء، فبنطلع ما شاء الله يعني الحمد لله. فعشان تساعدي نفسك على الشبع في الشتاء وتدي نفسك طاقة، جربي الوصفة دي هتعجبكم قوي. انا هنا قسمت الخليط بتاعي او القاعدة بتاعت الخليط بتاعتي لجزئين. جزء هخليه مالح وجزء هخليه حلو. الجزء المالح هبدأ اضيف عليه الاضافات اللي تخليه مالح. انا هحط كده معلقة صغيرة من الملح، وهنبدأ نضيف عليه شوية من الاضافات بتاعتنا بقى، بهاراتنا اللي انت عايزاه. حطي كمون، حطي كركم، حطي جنزبيل، حطي بابريكا، اي نكهات انت بتحبيها وعايزه طعمها يجي في بقك وانت بتاكلي البسكوته ضيفيها. الحاجات دي بتخلي البسكوته حلوه قوي. كمان ضفت عليه اضافه هنا هي معلقه كبيره من الحبه السوداء علشان اقوي وادعم الطعم بتاعي كمان والفوائد اللي في البسكوته بتاعتي. عندي هنا كان عندي روزماري كده فريش، برضو قطفت شويه روزماري فريش، زعتر، روزماري، اي حاجه عندك. بصي هنا بقى مفتوحة قدامك، اي حاجة حابة تضيفيها او اي طعم حابة تضيفيه في البسكوتة بتاعتك حطيه.
فانا هنا ضفت شويه من البهارات الصحيه، طبعا الجنزبيل معروف في الحرق، الكمون، الروزماري، البابريكا، الكركم، كل الحاجات دي صحيه جدا. سنه شطه خفيفه في الاخر، ودي اختياري علشان تبقى البسكوته بس طعمها يعني سبايسي شويه، عشان انا بحب الاكل سبايسي، والجنزبيل طبعا بيساعد على الحرق ما تنسوهوش. بقلب بقى كل كميه البهارات دي او الاضافات اللي انا حطاها مع العجينه بتاعتي، يبقى هي دي البسكوته المالحه. يبقى احنا كده عملنا العجينه بتاعه البسكوت المالح بالشكل ده. بنقلبها بقى كويس، وكل ما بتسيبوا الخليط شويه هتلاحظوا ان هو بيتماسك اكتر وبيشرب من الميه اكتر، لان البذور دي بتطلع ماده جيلاتينيه، وهي دي الفايده الكبيره اللي موجوده فيها. المادة دي بتزيد، بتعمل ترابط اكتر للعجينة بتاعتنا. شايفين ازاي؟ ولا فيها ولا نقطة دقيق. تمام. هنبدأ نجهز مع بعض بقى الجزء الحلو، البسكوتة الحلوة. وعايزة اقول لكم لما عملت الاتنين الاقبال كان على الحلو رهيب، يعني حتى اللي بيعمل دايت او مش بيعمل دايت تقريبا يعني يخلصوا لي البسكوت المسكر. انا هنا استخدمت التحلية سكر دايت. لو حابين بقى تحلوا بعسل ابيض او عسل اسود مفيش اي مشكله خالص، اي تحليه صحيه، يعني اي نوع من التحليه الصحيه. انا حابه طبعا طعم القرفه يكون موجود فيها، واحنا عارفين طبعا ان القرفه بتساعد جدا على الحرق. ضفت هنا شويه بقى من المكسرات اللي موجوده في البيت، كان عندي كده سوداني فكسرته صغير وضفته. ضفت كمان شويه هنا من الزبيب، قطعته كده صغير وضفته. بس انا عايزه اقول لكم بلاش تحطوا زبيب، هو في الوصفه الاصليه فيها زبيب بس بيتحرق في الفرن يا جماعه، فبلاش يعني. كان عندي هنا شويه برضو من عين الجمل، وطبعا فوائده رهيبه. اي مكسرات بقى عندك، يعني انا عايزه اقول لكم البيزك اللي احنا عملناه في الاول. بعد كده الاضافات اللي بعده بتكون حسب رغبتكم انتوا، حسب المتوفر عندكم في البيت. مفيش حاجة خالص من الحاجات اللي انا حطيتها دي ما تلتزميش قوي بيها. ممكن تعمليها نص حلو ونص مالح، مجرد اضافة العسل للحلو وشوية القرفة بيخلوها حلوة جدا. مش لازم تحطي كل اللي انا حطيته ده، والتانية شوية الملح والبهارات هيخلوها حادق، وهيبقى عندك النوعين من البسكوت. بقلب بقى الخليط برضو بتاعي كده مع المكسرات اللي انا حطاها ومع القرفة. طعم القرفة وريحتها في البسكوتة نقلها في حتة تانية خالص يعني. زودوا قرفة ما تخافوش، وطبعا بتساعد على الحرق وكمان بتديني طاقة. بعتذر طبعا لو صوتي فيه اي مشكلة، لان انا عندي دور برد، فاشتكيته من صوتي المرة اللي فاتت في الفيديو اللي فات، فبعتذر ان انا يعني مش عايز اتأخر عنكم، فعشان كده اضطريت ان انا انزل الفيديو وصوتي تعبان كده. المهم هنا انا خلصت الخلطة بتاعتي، قلبتها كويس جدا، وقلبت المكسرات في الخليط بتاعي بشكل كويس، واتأكدت ان كلهم امتزجوا مع بعض بطريقة كويسة. الصينية بتاعتي لازم تكون صينية كبيرة وواسعة، علشان البسكوتة دي لازم تكون رقيقة، عشان هي ليها نظام مخصوص كده في التسوية غير البسكوت العادي. بحط ورقة زبدة وبدهنها بدهنة زيت علشان ما تلزقش معايا، وبنزل بالخليط بتاعي ببدأ افرده بسباتيولا، او تفرديه بظهر معلقة ودهنيها زيت وافردي بيها اي حاجة متوفرة عندك. هي ما بتتعاملش معاملة العجين العادية، هي لازم تتفرد بحاجة. حاولي تقللي بقى السمك على قد ما تقدري، كل ما كانت رقيقة اكتر هتستوي معاكي في الفرن اسرع، هتنشف اكتر، هتبقى طعمها في القرمشة بتاعتها اعلى. تمام. العجينة دي يا جماعة مفيش فيها دقيق، مفيش فيها زيوت، مفيش فيها اي حاجة، يعني هي عبارة عن بذور. تاخد معايا وقت شوية، فلازم تكون رقيقة ومفيش فيها اي سماكة خالص. يعني السمك بتاعي هنا حوالي 2 ملي، ما يزيدش عن كده. فكل ما رققتيها اكتر كل ما هتبقى معاكي افضل بكتير. فردتها بالشكل ده، وهبدأ بقى وهي طرية هقطعها بالحجم اللي انا عاوزاه، انها لو دخلت الفرن وبقت زي ما هي كده هتيجي تطلعيها هتتكسر معاكي. فهي لازم من الاساس تتقطع صح علشان تطلع معاكي قطع في الاخر مظبوطه. ظبطي كده شكل الصينيه بتاعتك وشكل القطعه بتاعتك، وتكون الفرن عندنا شغال على درجه حراره 200. تمام. والفرن بتاعي سخن، هحطها في رف اوسط لمده نص ساعه، وبعد كده هقلل الحرارة ل180 وهسيبها كمان نص ساعة تانيين. وبعد كده لما اطفي الفرن خالص
واسيبها في دفا الفرن لحد لما الفرن يبرد معايا تماما، واشوفها كمان يعني. ولو بردت وحسيت ان فيها طراوه مفيش اي مشكله خالص. كل اللي انا بعمله ان انا بشغل الفرن على درجه حراره 180، وبعدين بسيبهم في الفرن تاني ياخدوا وقتهم لحد لما يقرمشوا معايا ويبقوا مظبوطين تمام. هي التسويه بتاعتهم محتاجه تركه شويه، علشان زي ما قلت لكم ده مفيش فيه دقيق، وكلها عبارة عن بذور، فمحتاجة شوية في التحميص بتاعها والتسوية بتاعتها. شايفين بقى طالعة معايا بسم الله ما شاء الله، حلوة جدا مقرمشة، طعمها وريحتها تحفة. طبعا انا عايزة اقول لكم انا عاملاها من فترة، يعني بقالي كام يوم عاملاها والولاد قاعدين بياكلوا فيها، فخلصوا الحلو تقريبا اهو، ما عادش الا كام واحدة لحقت اصورهم معاكم. الزبيب زي ما قلت لكم اتحرق معايا، فما انصحش ان انتوا بقى تحطوا زبيب. الملح اهيت الحدقه طعمها جميل جدا، قطعه مع فنجان قهوه او مع كوبايه شاي، او ممكن تعملوها تغميسه كده خفيفه من اي نوع انتوا بتحبوه في التغميسات اللي بتغمسوا بيها. مع كوبايه، ممكن تاخدي قطعه مع كوبايه عصير، اختيارات قدامك كتير، بس اهم حاجه تشربي وراها سوائل، يعني كوبايه ميه او كوبايتين ميه، وانسي الجوع طول النهار. يعني جوع نص الليل بتاع الشتاء وجوع طول اليوم بتاع الشتاء ده ودعيه بجد لما تاكلي الوصفه دي. اتمنى الوصفه تكون عجباكم النهارده، واتمنى اكون قدمت لكم حاجه مفيده، وان شاء الله كده دعواتكم بشفاء، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد في فتره قريبه ان شاء الله، واشوفكم على خير. سلام.